شهدت المنطقة الحدودية إيش بإقليم فجيج يوم أمس الأربعاء تطورات ميدانية وصفت بالمستفزة بعد قيام عناصر من الجيش الجزائري بتحركات عسكرية مفاجئة بمحاذاة الحدود المغربية، في مشهد أثار القلق والترقب لدى الساكنة المحلية. ووفق مصادر متطابقة، فقد حلت وحدات من الجيش الجزائري بالمنطقة وشرعت بشكل أحادي في وضع علامات حجرية مصبوغة باللون الأبيض قرب خط الحدود، على الرغم من أن ترسيمها كان قد حسم بموجب معاهدة سنة 1972 بين المغرب والجزائر. وقد جرت هذه التحركات تحت مراقبة عناصر من القوات المسلحة الملكية التي تابعت الوضع عن كثب. وأكد الناشط الحقوقي محمد طلحة من قصر إيش في تدوينه على صفحته بفيسبوك أن السكان تفاجأوا منذ ساعات الصباح الأولى بنزول كثيبتين من الجيش الجزائري قرب بساتينهم، في مشهد جمع بين القلق والإحساس بالاستفزاز، خصوصاً بعد اقتراب الجنود